مساء الفل. ازيكم عاملين ايه؟ بتوحشونا من فيديو لفيديو. النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا: ايه هي الجلسات؟ بس وازاي استفاد منها في حالتي، وازاي اعمل تناسق لقوائمي واختار الجهاز المناسب ليا. مشكله او ازمه كل الازمات في حوار الضعف في تناسق القوام والكرش والدفوهات اللي عند اغلب المصريين. طيب نمسك موضوع كده ونتكلم فيه مع بعض. اول حاجه هنتكلم فيها الجلد ومشاكله وليه بيدينا المنظر اللي بيضايقنا نفسيا لما بنقيس حاجه او نقف قدام المرايه. اول حاجه هنتكلم عن طبقات الجلد. اول حاجه هنتكلم عن طبقات الجلد والمشكله اللي بتكون في الطبقات دي. اول حاجه طبقه الجلد الخارجيه. معظم الناس اللي عندها مشاكل في السمنه الموضعيه هتلاقي الجلد عندهم مترهل. يبقى اول مشكله بتحصل في الجلد ان الجلد بيترهل. تاني حاجه طبقه الدهون الداخليه اللي تلي الجلد على طول، والطبقه دي عاده بتكون كبيره، طبقه دهون كتيره، تراكم الدهون فيها. تالت طبقه ندخل على طبقه العضلات. نلاقي الناس اللي عندها سمنه موضعيه او عندها سمنه عامه العضلات ضعيفه. خلينا متفقين من حاجه ان العضله اللي بتكون ضعيفه بتكون ارض خصبه لتكوين الدهون. يعني علشان الست اللي في البيت ما بتطلعش تشتغل، في عضله جسمها كلها ضعيفه، ما بتمارس اي نوع من الحركه، فالعضله ضعيفه بتكون قابليتها انها تكون دهون، عكس الست اللي بتطلع تشتغل وتتمشى كل يوم او بتعمل اي نوع من الاكسرسايز كل يوم او بتعمل اي نوع حركه. تلاقي العضله عند دي ضعيفه او جسمها قابل انه يحرق الدهون، لكن دي جسمها قابل ان هو يكون دهون لان عضلات جسمها كلها ضعيفه. ده تالت طبقه. رابع طبقه الاحشاء الداخليه من معده، من كبد، من كلى، من الاحشاء الداخليه اللي بتكون عندنا. يقول لك انا عندي دهون على الكبد، عندي دهون على الغشاء البتروني اللي هو المغلف المعده، في احشاء جوه محاوطه الاحشاء الداخليه. دول الاربع مشاكل او الاربع عضلات، الاربع طبقات اللي بتكون موجوده في الجلد اللي بتحصل لنا فيها مشاكل. طيب ازاي احل؟ ممكن واحده تكون عندها الاربع مشاكل وممكن حد يكون عنده مشكله او اتنين بس، مش شرط. طيب نحل ازاي؟ نمسكهم برضو طبقه. اول طبقه الجلد. طبقه الجلد علشان ارجع الجلد يتشد ويتحسن منظره، لان بيبقى فيه ستريتش ماركس وسيلوليت وعلامات تمدد الحمل او علامات تمدد نتيجه سمنه وتخسيس سمنه ونحافه، يعني اخس واتخن، اخس واتخن، اخس. الجلد بيحصل له علامات تمدد كده وستريتش ماركس في الجسم كله، او البطن متمدده نتيجه حمل مرتين ثلاثه 9 شهور. فطبيعي ان الجلد يحصل له الالاستين والكولاجين اللي موجودين فيه يضعفوا او يقل افرازهم في الجلد، فتلاقي الجلد عمل زي قشر البرتقانه كده اتفتح. طيب هنعمل حلقه بعد كده تاني بس عن السلوليت وايه اللي بيحصل للجلد علشان يطلع بالمنظر ده، وازاي يحسنه، وايه هي الخطوط، الفرق بين الخطوط لما تبقى الستريتش ماركس حمراء او ورديه او تكون بيضاء، ازاي احل دي وازاي احل دي. بس هنتكلم ان جنرال عن ازاي اعمل تحسين لمنظر جلدي. اولا في اكتر من حاجه، اهمهم الراديو فريكوانسي اللي هو الار اف. ده بيعمل ايه؟ بيعمل موجات حراريه بتنزل على الجلد، بتحفز الجلد لافراز الكولاجين والالاستين بكثافه، فبيحسن من منظر الجلد. وكتير جدا من الناس اللي عملوا راديو فريكوانسي يعني السلوليت بيتحسن بنسبه كبيره جدا جدا. بس في ناس بيكون عندهم الاستروليت زياده شويه، بنحتاج حاجتين: يا اما ميزوثيرابي لحاجه اسمها فيرمنج، ميزوثيرابي فيرمنج، ده بيشد الجلد جدا وبيقضي على شكل السلوليت. انا فاكره حاله جد كويس جدا خدت جلسه ميزوثيرابي وقالت لي انا فرق معايا جدا، جلد نفسي بقى ناعم، السلوليت قل جدا، شكل جلدي التجاعيد اللي كانت تحس ان انا جلدي في مطبات ده اختفى تماما، الجلد عمل تشد جدا وفرق معايا. يبقى احنا قلنا الراديو فريكوانسي او الميزوثيرابي، او حاجه نازله جديد اسمها حاجه جديده نازله اسمها بخاصيه جزيئات الذهب اللي هو النانو تكنولوجي. ده ماده معينه من مواد برضو الحقن بتفرق جدا في شكل الجلد من اول سيشن. هي لسه نازله جديد ومش معظم العيادات مستخدمينها، بس من الحاجات اللي ممتازه جدا خاصيه جزيئات الذهب النانو تكنولوجي. طيب يبقى قلنا ده اول حاجه في الجلد. تاني حاجه اللي هي طبقه الدهون الموضعيه.
عندنا الدهون الموضعيه دي اول ما بنفتح الجلد كده تلاقي طبقه دهون محترمه كده. طبقه الدهون دي في دهون سطحيه ودهون عميقه. طيب ايه احدث حاجه موجوده حاليا نتخلص من الدهون دي؟ عندنا حاجتين. اول حاجه الكرايو لايبوليسيس. الكرايو لايبوليسيس ده من اسمه كرايو كولد بيعمل عمليه تجميد، وده من احدث الاجهزه الموجوده في السوق اللي بتقضي على الخلايا الدهنيه. ازاي؟ انا دلوقتي انت بمنتهى البساطه لو انت عندك حته قماشه وحطيتيها فيها تلج او اي حاجه اتحط فيها تلج بتعمل ايه؟ بتكش، بتصغر، بتقل. نفس الفكره، انا بعرض جلدك وبعرض الدهون دي لدرجه حراره اقل من الصفر، ببدا ادخل في السالب على حسب قوه احتمال كل بيشنت. يعني في حالات بتوصل لسالب 10، وطبعا كل بيشنت عكس التاني او مختلف عن التاني على حسب كل كيس. فالكرايو ده من الاجهزه اللي بتعمل تجميد الخليه الدهنيه، فبالتالي بتكش وبتصغر حجم الخليه الدهنيه وبالتالي بتقل عددها. تمام. ميزه الكرايو ايه؟ اولا ما فيهوش الم خالص، ما بتحسيش باي حاجه الا بشويه بروده ساقعه في المنطقه. وطبعا الدكتور بيعمل تكنيك معين ان هو بيحط طبقات شيت تحت الجهاز بحيث انه توصل لك اقل درجات سقوعيه. وفي نفس الوقت التجميد ده بعد كام ثانيه بيتحول لوسيله من وسائل التخدير. يعني جلدك بتحسي انه متخدر اساسا، هو بس ما الا شويه سقوعيه في منطقه الجلد، ما فيهوش اي الم، ما فيهوش اي جراحه. انت بتحسي بالفرق من اول وتاني سيشن، بفرق المقاسات بيكون رهيب جدا، لان حجم الخليه نفسه زي ما قلنا ايه بيقل وعدد الخلايا بيقل. طيب تاني حاجه في الدهون الموضعيه الكافيتيشن، واعتقد ان انتوا معظم الناس سمعت عنه. الكافيتيشن بيصدر موجات تصادميه عنيفه للخلايا الدهنيه. بيعمل لها ايه؟ بيعمل للخلايا الدهنيه تكسير وتحويل الخليه الدهنيه من طبقه صلبه متماسكه الى جزيئات صغيره يسهل امتصاصها. يبقى بيحول الخليه الدهنيه من حاله صلبه، تحسي العضله كده تمسكي كده تلاقي بلك محترمه مسك في ايدك. لو مسكنا مثلا تخيلنا كده البطن ومسكتها تلاقيه عضله، او احنا بنقول عليها ماسل بالك، حاجه كده محترمه، دهون، طبقه دهون محترمه. يحولها من الحاجه الجامده الصلبه اللي مضايقاكي لخلايا صغيره او جزيئات صغيره سائله يسهل امتصاصها وتتحول لطاقه، بدل ما هي متراكمه وموجوده في جسمك بشكل مضايقك. فيسهل التخلص منها على هيئه انها بتطلع على هيئه طاقه. طيب يبقى احنا قلنا الجلد والدهون الموضعيه اللي هي طبقه الدهون السميكه. ثالث حاجه العضلات. واحنا زي ما اتفقنا ان العضله الضعيفه بتكون مكان ملائم جدا لتكوين الخلايا الدهنيه. الناس اللي بتتحرك غير الناس اللي قاعده في البيت، الناس اللي بتمارس رياضه وبتروح الجيم غير الناس اللي قاعده على كراسي او قاعده على مكاتب. كل ما بتحرك كل ما عضلاتي او كل ما بعمل نوع من اي اكسرسايز العضلات بتكون قويه انها تطرد الدهون وما بتكونش دهون عليها. تمام. ولان احنا شعب مصري ما عندناش ثقافه الحركه او ثقافه الرياضه او ثقافه ان انا اروح الجيم من غير ما اكون انا عايزه اخس، انا عايزه ابقى انسان اثليتيك او صحي او جسمي فيتنس كويس. فاحنا ما عندناش الثقافه بتاعت الحركه دي او ثقافه الرياضه عامه. فتلاقي معظم الناس عندهم السمنه الموضعيه في الكرش بالذات تحديدا، سواء ست او راجل. تمام. وده النقطه اللي احنا دايما بنحاول نغيرها في ولادنا. لا، لازم يكون عند كل طفل او كل بيت يكون ولاده متعلمين ان هم يعني ايه رياضه من هم صغيره، عشان يبقى جسمهم طارد للدهون من هم صغيرين. طيب طبقه الدهون العضلات دي او العضلات ازاي امنع انها تكون دهون؟ بمنتهى البساطه، العضله ضعيفه هتكون دهون، يبقى انا اول عضله عشان امنع تكوين الدهون. العضلات دي تتقوى منين؟ من حاجتين، وده اهم حاجه زي ما لسه قايلين لما خلصت كلامي، الحركه، الرياضه. لو انت شاب ايه اللي يمنع ان احنا نروح جيم؟ ويعني كل الكوتشز اللي موجوده دلوقتي اعتقد ناس فاهمه وناس عارفه يعني ايه تكوين جسم اثليتيك رياضي مانع للدهون، وامنع تكوين الخلايا الدهنيه اساسا بدل ما تتكون وبعد كده احاول اتخلص منها. فالرياضه ده من اهم الحاجات اللي بتقوي العضلات، ده اولا. تاني حاجه اسمها جهاز الراديوم او سلندر تون، او بالعامه انتوا بتقولوا عليه سلندر. ده جهاز بيرسل نبضات كهربائيه، بتدخل النبضات دي على العضلات نفسها، بيعمل لها تقويه.
الجهاز ده بسيط جدا، عباره عن سكوتشز كده بتتحط على مكان اللي فيه الترهل، بيعمل نبضات للعضله، تلاقي العضلات نفسها بت بتت بيحصل لها تنبيه كهربي بيعمل على ايه؟ على تقويتها، وطالما العضله اتقوت يبقى مش هتكون طبقه دهون. طيب اخر حاجه بقى الاحشاء الداخليه. الاحشاء الداخليه اللي احنا بنقول عليها الكبد والكلى وكل الاعضاء الداخليه اللي موجوده جوانا بتكون دهون، ودكاتره البطن دايما يقولوا 90 ل 99% من المصريين عندهم فاتي ليفر، اللي هو دهون الكبد، تكوين الدهون على الكبد، الكبد نفسه عليه طبقه دهون. طيب امنع ازاي تكوين الدهون في الاحشاء الداخليه على فكره الاحشاء الداخليه لما بتكون على طبقه دهون بتلاقي دايما مشاكل صحيه، تلاقي دهون على الكبد زي ما لسه قايلين، خلل في وظائف الكبد وخلل في وظائف الكلى، ومشاكل في المعده وتكيسات مبايض ودهون على الرحم ومشاكل كتير جدا جدا جدا. طب ازاي امنع تكوين الدهون دي؟ من الاول لازم اتباع نظام صحي غذائي مناسب لحاله كل بني ادم على حسب حالته الصحيه وطوله ووزنه وعمره، وحاجات كتير قوي بتتحدد عليها، وبياخد نظام يناسب سعرات جسمه هو بس. يبقى انا كده خلصت كل المشاكل اللي عندي، حلت لك يعني قلنا كل مشكله من مشاكل السمنه الموضعيه وحليناها، من اول الجلد للدهون للعضلات للاحشاء الداخليه المعرضه لتكوين الدهون، بكل الاجهزه الموجوده في السوق المتاحه معانا. كل الاجهزه موجوده ومتاحه في كل المراكز، كل حد عنده عياده او مركز جنبه، واكيد دكاترتنا كلها يعني على قدر كافي واحسن مني في النقطه دي، قادرين يشخصوا كل حاله محتاجه ايه. بس اهم حاجه نبقى فاهمين الدكتور بيشتغل معايا ازاي، او ايه اللي المناسب ليا، او ايه الطريق اللي انا امشي فيه صح، وفي نفس الوقت ما ارجعش ازيد تاني، لان انا بعد ما بخلص الجلسات دي دور الدكتور بيقف ودورك انت اللي بيكمل. انت اللي محتاج ان انت تكون خلاص فهمت جسمك عامل ازاي، فهمت كل حاجه فيه، عارف هتمشي جسمك ازاي، ماشي على نظام سعرات مناسب لجسمك ومنتظم على رياضتك، انت كده خلاص كل السمنه الموضعيه اللي في جسمك خلصت وجسمك مش معرض للدهون تاني. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندكم اي سؤال انا تحت امركم، لو في استطاعتكم تشيروا الفيديو اتمنى يكون فيه شير. شكرا جدا لمحبتكم وشكرا لمتابعتكم ليا.